مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي مصر اليوم في كل مكان. احنا معاكم في لايف جديد. يمكن مصر دايما معروفة ان هي دايما بتطلع مواهب كتير جدا، هي منبع المواهب. احنا النهاردة معانا موهبة تستحق الدعم، موهبة يمكن النهاردة هنعرف قصتها ايه وايه حكايتها، وحرصا مننا في المصري اليوم على اكتشاف المواهب ونلقي الضوء على المواهب كلها. فهو معانا النهارده مشرفنا ومنورنا في المصري اليوم. ازيك يا محمد؟ الحمد لله تمام والله. كنت عرفنا بنفسك؟ محمد كريم، موهوب في فرقة الموهوبين للسينما والمسرح. دي فرقة الفنان علاء مرسي. طيب قول لي بدايتك ازاي في مجال التمثيل؟ والله بدايتي كانت في تنمية القدرات والمواهب المسرحية. ده كان في الصيف عندنا في البلد، كانوا بيجيبوا المواهب، الأطفال الصغيرين يكتشفوا المواهب اللي عندهم، اللي بيمثل اللي بيغني الكلام ده. حلو. بس فكانت البداية وأنا في رابعة ابتدائي، كنت بروح النوادي الصيفية في تنمية القدرات المسرحية. بس اشتغلت الحمد لله كذا حاجة لحد ما ربنا كرمني سبحانه وتعالى، وقدرت ان انا اوصل لفرقة الموهوبين السينما والمسرح، فرقة الفنان اخونا الكبير علاء مرسي. وصلت لها ازاي؟ والله وصلت لها ازاي؟ اولا انا وصلت لفرقة الموهوبين وانا اساسا كنت محبط، ما كانش فيه اي دعم، ما كانش فيه اي حد واقف جنبي. حاولت ان انا اترك كذا باب، يعني اروح رحت كاستنج اللي هم الخاص بالمجاميع والحاجات دي. عرضت نفسي على مخرج كبير جدا، بكل بساطه رد عليا قال لي واسطتك ايه؟ وش كده؟ وش قالها لي، قال لي انت واسطتك ايه؟ قلت له واسطة ربنا سبحانه وتعالى. بس انا هقول لك كلمه افتكرها كويس قوي. انا النهارده جيت لك وعرضت عليك موهبتي، وانت ما بصيتش ليا كموهبه. حلو. بصيت ليا انت جاي طرف مين او تبع مين، كبزنس. لا انت واسطتك مين يعني. فقلت له لو ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الايام اكرمني واشتغلت وبقيت حاجه، انت اخر مخرج ممكن اتعامل معاه. وهو حاليا على فكره نايم ما بيشتغلش المخرج ده يعني. بس المهم بعدها كنت تقول لنا على اسمه؟ يعني مخرج مسرح ولا لا سينما؟ مخرج سينما معروف واشتغل. هقول لك على فيلم اشتغل عمر وسلمى. تامر حسني، مع تامر حسني. عمرو عرفة. عمر وسلمى. مين المخرج؟ خلاص قول لنا على طول. وانا مش حابب يعني اقول اسمه، معلش. تمام. الناس ممكن تعمل سيرش وتجيبه. وتجيبه. هو من اسبوع، من بالظبط اسبوعين 3 كان في برنامج، في حلقه برنامج اسمه الوسط الفني. طلع في برنامج الوسط الفني. تمام. طيب وبعد ما الحوار ده دار ما بينكم، ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل ان انا سبت الفيلم، والفيلم واقع اساسا. الفيلم ده انا اقول لك اسم الفيلم ده كان اسمه دكتور سيليكون. دكتور سيليكون. ده كان تأليف واحد اسمه عبد الله الكاتب، والفيلم واقع اصلا. تمام. ومحدش يمكن ما سمعناش عن الفيلم.